ازيكم. طبعا كالعادة قريت بوست كده، فيه سؤال. آه، يعني أنا ليا رأي فيه، بس حابة أعرضه عليكم ونشوف انتوا رأيكم، انتوا كمان هيكون نفس رأيي ولا ليكم رأي تاني ولا ايه. تعالوا نقرأ السؤال مع بعض. البنت بتقول: يا جماعة، بتكلم مع خطيبي في موضوع مصاريف البيت بعد الجواز، هنمشيها ازاي؟ لقيته بيقول لي: عندك اختيارين، اسيب مبلغ في البيت نصرف منه، او انتي اصرفي وانا هبقى احاسبك. وقال لي: ها تختاري ايه؟ انا سكت وكنت عايزة اعرف هو بيفكر ازاي. فقلت له: انت شايف انهي الاحسن؟ قال لي: انا شايف ان انتي تصرفي وانا ابقى حاسبك. انا اتصدمت وسكت، وراح قال لي: ما تقلقيش هحاسبك، احنا الاتنين مهندسين، وهو عارف اني هكمل شغل بعد الجواز، عشان كده قال لي اصرفي انتي وهو يحاسبني. وفي كذا موقف كنت بحس فيهم انه بخيل، بس كنت بكبر دماغي عشان فيه صفات تانية كويسة. انا خايفة بعدين يرمي الحمل عليا، وهل ده سبب كافي اني ما كملش؟ يعني بصي، انت قلتي في صفات تانية كويسة، وقلتي ان انت بتحسي ان هو بخيل. اولا، البخل لا يمكن يوجد معاه صفات كويسة ابدا. البخيل اناني، البخيل نطع كده، يعني مستغل، ما عندوش، ما يفهمش في الاصول ولا في الواجب. البخيل هتلاقيه كذاب لانه بيبقى معاه وبينكر. البخيل يعني البخل أصل النقائص، والكرم أصل الفضائل. أصل كل فضيلة هتلاقيه فيها كرم، وأصل كل نقيصة أو كل خصلة سيئة هتلاقي فيها البخل. فالبخيل مفهوش صفة كويسة أصلا. يعني بخيل ده، يعني في مثل بيقولك: فري من البخيل كما يفر السليم من الجرب. يعني يعني لو لقيتي مثلا كائن كلب جربان او حاجه، انت هتجري منه، مش عشان هيعضك، عشان جربان وهيجربك معاه، هيجيب لك الجراب معاه. ففري يعني منه. البخيل ما يتقعدش معاه ما تديلوش فرص، لانه هيكرهك في اليوم اللي اتولدتي فيه، وهتندمي اشد الندم. صفات ايه بقى تانية كويسه؟ انت ما قلتيش اي صفات كويسه. اولا، ما فيش راجل يقول لمراته: انا شايف ان انت تصرفي وبعدين احاسبك. ما فيش راجل يتمتع بادنى قدر من الرجوله وشايف ان هو يعني يرعى اللي معاه، ان هو يقول لها اصرفي وهبقى احاسبك.